السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيبي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. الفيديو ده بصوره لكم وانا صايمة النهاردة الاثنين من بيتي، من مطبخي المتواضع. النهاردة انا ما رحتش الشغل، كنت تعبانة، ولو قلت لكم انا نمت من امتى لامتى مش هتصدقوني. انا نايمه من امبارح الحد الساعه 5 المغرب لغايه تاني يوم الساعه 2 الظهر، لغايه النهارده الاثنين الساعه 2 الظهر. بقوم اصلي فرض ربنا وارجع انام تاني. انا تعبانه قوي قوي، ومش عايزه اقول انا تعبانه عشان ربنا ما يزعلش مني. انا حمد ربنا وشكراه، واكتر من كده راضيه بيه، والحمد لله الحمد لله. ربنا يرزقني حسن الخاتمه يا رب العالمين. فقلت اصور معاكم الاكل اللي هعمله. ده اكلنا، وربنا يكرمنا جميعا ويشفي كل مريض يا رب. ادعوا لي بالله عليكم وربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب. انا بحب دايما يبقى في تواصل بيني ما بينكم، بحب انزل فيديوهات، بحس كده ان في حد معايا. ربنا يكرمنا جميعا يا رب. النهارده هعمل وراك مشويه. حد كتب لي في التعليقات يا ام يوسف انت عملت الفراخ المشويه. قلت انا عملت 1 2 3 وما وريتنيش التتبيله. انا عايزه اشوف التتبيله من اول ما تعمليها لغايه ما تشويها. فطبعا ما في يعني استحاله حد يطلب منكم حاجه وانا ما اعملهاش، فلازم طبعا اعملها لكم بحب وبكل حذافيرها. هعملها ان شاء الله. وعندي فاصوليا سوتيه، هعملها سوتيه. جبت كيلو فاصوليا مش قادره اوصف لكم. انا نزلت السوق امبارح اتفاجئت بالاسعار. الفاصوليا دي جايباها من اسبوع، كنت جايباها ب15 جنيه، امبارح جبتها ب25 جنيه. كل الخضار غلي 5 حتى البسلة، البطاطس غليت، كل حاجة غليت. ربنا يرحمنا برحمته يا رب. فدي هنعملها سوتيه. نضفتها زي ما انتوا شايفين، وقطعت الواحدة 2 وغسلتها. وعندي بصلاية قطعتها جوليان كده، وعندي زيت زيتون مش اكتر من كده، وشوية ملح وشوية كمون. دي الفاصوليا هنعملها مع بعض دلوقتي. بالنسبة للوراك عندي فضلة خيركم 7 وراك. انا بحب الوراك كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. هشققها بس كده بالسكينة، غسلاها ومصفياها ومخليها زي الفل زي ما انتوا شايفين كده اهي. بحب الوراك الكبيرة، وبحب الفراخ الكبيرة، وبحب السمك الكبير. كل حاجة بحبها كبيرة، مبحبش المقاسات الصغيرة. عندي 7 وراك. عندي هنا 4 بصلات وسط اهو، 4 اهو، وليمونة ونص بقشرها، شلت البذر منها. قرن فلفل اخضر كان عندي هحطه، و3 طماطمات، ولسه هطلع معلقة فلفل احمر من الفريزر، من الفلفل اللي انا فرماه وشايلاه. ده بالنسبة للتتبيلة بتاعت الوراك. دي التتبيلة بقى الجافة. معلقة ملح كبيرة، معلقة بابريكا كبيرة، معلقة بهارات فراخ كبيرة، نص معلقة فلفل اسود كبيرة، معلقتين سكر مش اكتر من كده، مع معلقة الفلفل الاحمر السبايسي اللي انا هطلعها من الفريزر. ماشي يا حبايبي. دلوقتي احنا هنعمل الاول الفاصوليا. نعلق على الفاصوليا وبعدين هنعمل مع بعض التتبيله بتاعت الوراك. بس طبعا انا هعمل التتبيله وهسيبها بتاع 3-4 ساعات. بصوا معلقه زيت بس كده للفاصوليا، زيت زيتون، زيت زيتون. معلش انا مش مركزه لان انا تعبانه ومصدعه من الصيام، لسه العصر مدا دلوقتي، فان شاء الله خير باذن الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معلقه زيت حطيناها في الطاسه، وهننزل بالبصل الجوليان ده، هنديله تشويحه. يطعم الفاصوليا بس، يطعمها. انتوا عارفين انا هعملها سوتيه، يا دوبك احط عليها حبه ملح وحبه كمون. هطلع الفلفل من الفريزر وارجع لكم. بصوا كده البصله كده اتشوحت. دي فاصوليا صحيه تاكليها حلوه قوي زي السلطه، زي سلطه الفاصوليا. ننزل بالفاصوليا كده نشوحها بس على نار هاديه بقى، عشان نحط الملح دلوقتي. نوطي عليها النار ونسيبها تتشوح على نار هاديه. بصوا حبايبي هنا فرمت البصل
مع القرن الفلفل الحراق مع الطماطم مع الليمون، وده معلقتين فلفل سبايسي اللي انا شايلاه في الفريزر ده. بصوا معبيه في اكياس وفي علب، شايلاه دلوقتي مش هتلاقيه في السوق. ما لقيتيش فلفل احمر، حطي فلفل احمر رومي اللي هو البلد الاحمر، حطي فلفل احمر الحلو مفيش مشكله يقضي غرض، مع ربع معلقه شطه لو بتحبي السبايسي، ما بتحبيش ما تحطيش. وده ما بيبقاش حراق قوي على فكره، مع الخلطه دي كلها ما بيبقاش حراق قوي. تعالوا بقى شوفوا الفاصوليا، انا شوحتها وحطيت لها ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه بس اهي. بصوا بصوا لونها جميل ازاي. انا لسه لغايه دلوقتي ما حطيتلهاش الملح، رشه ملح بسيطه اللي هنحطها ورشه كمون اهو. بصوا تحفه تحفه تحفه، اكلها جميل، وابني بألف هنا بيحبها كده، بألف هنا على قلبه يا رب، بألف هنا. بصوا انا تعبانه وقايمه اعمل اكل عشانه بصراحه، يعني انا تعبانه، ان كان عليا هاكل اي حاجه، تعبانه ربنا اللي يعلم بيا. دلوقتي هناخد الوراك، انا شققتها بسم الله الرحمن، شققتها بالسكينه زي ما انتم شايفين كده اهي اهي عشان اتبلها اهي، شققتها تشقيقتين كده ماشي. هنحط كل البهارات دي هنا، اللي عايز يحط زيت يحط، انا ما بحطش زيت لان الوراك كلها دهون بصراحه. ونقلب كله مع بعضه كده، انا ما بحطش زيت خالص دلوقتي، الاول كنت بحط معلقتين 3 زيت، انتوا عايزين تحطوا زيت حطوا مفيش مشكله. الوراك ابني مش عايزها بزيت، قال لي اعمليها كده من غير زيت، وبلاقيها صح تنزل دهون وبتحمر وبتبقى حلوه. ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب. بصوا التتبيله ريحتها روعه روعه. لو عندك بقى معلقه سماق كمان حطي معلقه سماق، تحفه تحفه تحفه، مش قادره اوصف لكم بالسماق كمان بتبقى عامله ازاي. وتاخدي كده وتتبلي كده اهي، وتسيبيها بقى ساعتين 3 4 على قد ما تقدري اهي. كده كده احنا يعني دي مش هتتاكل الا بكره، فانا هسويها على بالليل على الساعه 8 9 بالليل، احنا دلوقتي الساعه 3 ماشي. بسم الله الرحمن، النهارده عندنا اكل اهو. لو بيتها برضو ما فيش مشكله، ممكن اسويها الفجر ان شاء الله لو ربنا اراد. تبليها كده وسيبيها اهو. بصوا اهو الريحه التتبيله دي تحفه يا جماعه، ومش للوراك بس، للوراك للفراخ لصدور الصدور. تبليها وقبل ما تشوي نزلي كل ده من على الصدور اللي هي الصدور البانيه. للحمه المشويه تتبيله ريحتها خيال والله يا جماعه خيال، مش بقول لكم كده وخلاص اهو. بصوا اهو تحفه 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 بألف هنا وشفا. ازيك يا ام محمد عامله ايه؟ بعتيلي رقمك يا حبيبتي والله هكلمك اول ما اخلص الحاجات دي هكلمك. قصرت معاكي معلش، كنت نايمه متدهوله وتعبانه والله ما كنتش قادره، انا كنت قافله تليفوني اصلا عشان محدش يعرف يكلمني، لما بكون تعبانه ما بقدرش اتكلم في التليفون بصراحه. ربنا يشفي كل مريض يا رب. تدبلي كده حلو وكلها تشرب من بعضها اهي اهي ما شاء الله. تتبيله حكايه يا جماعه حكايه، بألف هنا وشفا. فاضل واحد لسه اهو مستخبي، وعني عامله تتبيله كتيره بصراحه، انا بحب التتبيله كتيره اهي اهي. وما ترصصهاش، خليها اي حاجه كده لغايه ما تيجي بقى تسويها تبقى ترصصيها اهي. اهم حاجه خليها على وشها كده كده اهي اهي. وبألف هنا وشفا، احلى تتبيله واجمل تتبيله، ودايما ابقى حريصه انزل لكم الحاجه اللي هتستفادوا منها اهي. بس بالليل بقى ان شاء الله نكمل سواها مع بعضينا. عايزه اوريكم الفاصوليا بس قبل ما اقفل. الحمد لله الشكر يا باشا. الفاصوليا دي ممكن تتاكل دلوقتي بصراحه، يعني ممكن هو ياخد شويه انا اخد شويه على الفطار جنب الاكل، فمش هتشوفوها تاني كده. احط عليها رشه ملح ورشه كمون ماشي، وتشرب بس شويه الميه اللي فيها دول، مش كلها، هي لازم يبقى فيها ميه عشان تبقى جوسي ماشي. هحط لها شويه ملح وشويه كمون وارجع لكم.
زي ما انتوا شايفين كده. هتلاقي رشه ملح ومعلقه كمون صغيره. كمون حلو في كل حاجه اهو. هنسيبها كده 5 دقايق ونطفي عليها اهي. الخضار دلوقتي يا جماعه تحفه. حاولوا تخزنوا السبانخ. السبانخ يا جماعه الكيلو ب20 جنيه. مش مصدقه. جبت الحزمه صغيره كده ما تجيش ربع كيلو ب5 جنيه امبارح. جبت 5 حزم ب25 جنيه اهي كده. خلاص دقيقتين 3 ونطفي عليها. اشوفكم بقى لما اجي اسوي بالليل الوراك ان شاء الله. ادعوا لي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب. صباح الفل يا حبايب قلبي، صباح النور، صباح التفاؤل، صباح معطر بذكر الله، صباح كله خير ورزق وهنا وسعد وصحة وعافية عليكم حبايب قلبي. عاملين ايه؟ احنا تبلنا الوراك دي امبارح الاثنين، النهارده التلات الفجر. الساعة دلوقتي 5 الفجر. بسويها قبل ما اروح الشغل ان شاء الله لو ربنا اذن. يعني انا تبلتها من امبارح. فدلوقتي هدخلها الفرن. ولعت الفرن على درجة حرارة 180. مقربة الشبكة لتحت عند الصاج هوريكم. هتقعد لها بتاع ساعة، ساعة وربع. حطيت لها كوباية مية صغيرة زي ما انتوا شايفين كده اهي. لان الوراك كبيرة هتنشف وهتكون لسه ما استوتش. لازم تحطي لما تكون الوراك كبيرة او صغيرة حطي كوباية مية هتشربها. ماشي يا حبايبي. دلوقتي هندخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا مقربة الشبكة تحت ازاي لغاية ما تستوي. هتاخد ساعة وربع. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا حبايبي. بعد ساعة وربع هوريها لكم. صباحكم قشطة وصباح معطر بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنروح دلوقتي فاضل 10 دقايق على صلاة الفجر. هصلي الفجر وادعي لكم جميعا ربنا يصلح حالكم ويروق بالكم ويكفيكم شر المرض أهم حاجة. وانتوا كمان ادعوا لي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا حبايب قلبي. الوراك دلوقتي كده بقالها ساعة ونص في الفرن. تعالوا نشوف اخبارها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حطيتلهاش ما شاء الله اي حاجه تاني. هنا هي كوبايه الميه اللي حطيتها تحفه. بصوا اكنك شوياها على الفحم. تحفه تحفه تحفه. الريحه خيال يا جماعه، خيال والله. بسم الله الرحمن الرحيم. نطفي بس الفرن الاول. بصوا الجمال. بصوا التشقيقات اللي احنا شققناها مع بعض. شاربه من التتبيله. بصوا مستويه. بصوا طالما تغرزي الحاجه كده ما تطلعش ميه تعرفي ان هي استوت. بصوا مهريه. بسم الله ما شاء الله يعني تحفه اهي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اهي اهي. بألف هنا وشفا يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده عملت الوصفه من اولها لاخرها عشانكم اهي. بصوا اهي اهي. تحفه تحفه. التتبيله خيال يا جماعه والريحه تحفه تحفه تحفه. الطعم طبعا تحفه. دلوقتي الساعه 6:30. ما ينفعش ادوق فراخ الصبح كده. بألف هنا وشفا على قلبي ابني. بألف هنا وشفا. بألف ألف مليون هنا. ربنا يخليهم لي وما يحرمنيش منهم ابدا. ولادي ال3 يا رب. ويخلي لكم ولادكم ويبارك في عمرهم ويكفيهم شر طريقهم ويكفيهم شر سكتهم ويوسع رزقهم من حيث لا يحتسبوا هم وشباب المسلمين جميعا يا رب العالمين. زي ما بدأ لولادي بدأ لكل الشباب. بصوا حبايبي. بصوا بصوا الجمال. والله ما عارفه اقفل الفيديو ازاي بالجمال ده. والريحه مش قادره اوصف لكم بقى. الريحه خيال خيال. بألف هنا وشفا حبايب قلبي. لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير. تعليق حلو منكم. شجعوني بتعليق جميل منكم حبايب قلبي. بحبكم في الله. بحبك يا ام محمد حبيبه قلبي. سعيده بمكالمتك الجميله. ربنا يخليكي ليا ويخلي لك ولادك يا حبيبتي وما تتحرميش منهم ابدا ولا يتحرموا منك ابدا. ودايما حسك في الدنيا حبايب قلبي داخل مصر وخارج مصر وكل اللي بيتابعوا ام يوسف وبيحبوا ام يوسف. بحبكم في الله وربنا يوفقنا جميعا لما يحبوه ويرضاه يا رب العالمين. وادعوا لي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله حبايب قلبي.